على كفي ينام الورد وفي صوتي بحر ونخيل، وأنا اسمي رديف الظل يحمل بعض آهاته معاناتي مثل جمرة، وشعري مثل نفحة هيل. قصيدي من معاناتي وبعض أصغر معاناته، أنا كلي شموخ وأسئلة ورقة ونجوم وليل، وأنا كلي جروح والشعر أغسل وجهي ببياته. أنا في ظلمة الدنيا في دربي الشعر قنديل ينور لي مسافاتي ونور به مسافاته. أنا ما همني حاسد ولا واشي وحكي تضليل، وكل عايش الدنيا على صدقه ونياته. مكاني عالي وقدري ولا الطوله نجوم سهيل، ولا الطوله مجرات المدى وابعد مداراته. عساني بعيني صغيره مثل دمعة في بحر منديل، وعساني في عيون الغير في قمة مناراته. الله الله، صح لسانك. صح الله بدك. أول شيء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. اليوم كبرت ما شاء كبرت. الله. متى آخر مرة تذكرين محمد كرم؟ 2019 قبل كورونا. قبل كورونا، يعني احنا خلينا نرجع ورا 5 سنين. ما شاء الله. وتلاقينا اليوم في برنامج نجوم كرم. أول شيء ايش رايك بمحمد كرم اليوم من بعد الفترة هذه؟ كبرت ما شاء الله. نضجت واحب وايد ثقتك بنفسك وطموحك، وان انت كنت اورينتد من البدايه. صح. عارف شنو هدفك وين تبي تكون، عارف المكان اللي تبي توجد نفسك فيه، والمكان اللي تعبر عن نفسك وتبدع من خلاله. فبرافو عليك في عمر صغير ان انت قدرت تعرف. بس ترى هاي بعد للحين قدرت تعرف انت منو. عدل عدل عدل. فأنت بمرحلة جدا جميلة، برافو عليك. حبيبتي حبيبتي يا في والله. خلينا ندش على طول في الأسئلة. تفضل. انا ليش قلت ابي شويه يكون اللقاء هذا مختلف، ونبي نعرف اكثر عن حياه في الشخصيه وبنفس الوقت المهنيه اكيد، وكل شيء بحدود الاحترام طبعا. نجوم كرم يصر انه هو يطلع الضيف بشكل محترم جميل. اكيد، وهذا انت عارفته من البدايه. أكيد. شلون صحت في الحين؟ الحمد لله. يعني شوف، احنا يمكن الناس ما تقدر صحتها، تاخذ صحتها كشيء مسلم فيه. لكن بالسنوات الأخيرة بديت أهتم بصحتي، بالذات أن أنا ميثود أكترس. يعني أنا وايد أتقمص الشخصية، وأحيانا تأذيني صحيا، تأذيني بدنيا. فمن ضمن الأشياء اللي أنا أحرص عليها أن أنا وايد أفصل الستريس مال الشغل عشان ما يأثر على صحتي. أحيانا الواحد يسوي مشهد ينهار. عندي مشهد في بول بنات، أطق الباب وأنا أبكي مونولوج وأصرخ. أنا طحت بعد هذا المشهد، وحتى شالتني فتاة سلطان وقعدت تقرأ علي، لأن وايد مجال شغلنا وايد يستهلك من داخلك. فأنت لازم تبني نفسك صح، وأيضا صحتك شيء مهم لازم تداريها. يعني العالم يهتمون بشكلهم، بلبسهم، ببشرتهم، بهذه الأمور، بس أنت طريقة تغذيتك، اهتمامك بنفسك، التحاليل الطبية جدا مهمة بين فترة والثانية. تعرف جسمك شنو ناقصه، جسمك شنو محتاج، تتجاوب معه. فهذا شيء وايد مهم، وثقافة لازم نتعلم عليها احنا أكثر. عدل. يعني ممكن اليوم احنا نشوف انه تطلع هي، اكيد الفنان لازم يفصل بين الشغل وبين فنه وبين حياته الشخصيه، وبين حتى لو هو تعبان ولا متضايق او ايا كان من ذلك. يعني احنا ممكن نشوف اليوم تطلع في مشهد قصرا عليها تكون هي سعيده وتبين حق المشاهد اني انا مستانسه والمشهد يطلب ذلك، بس بالاول والاخير هي داخل مكسوره حيل وتعبانه. طبعا من صدقك يا ما صارت. أنا في مشهد في عمل كوميدي. منو بالضبط؟ ذكرينا. ما راح أقول الاسم. شنو كان المشهد عشان لا، كان مشهد بعمل كوميدي. أنا مو بس كنت أبكي، تعرف هذه الشهقة. إيه. أنا كنت كذي أبكي من كثر ما أنا متضايقة، بس أنا مطالبة أن أقدم أن أنا. فهذا تولز وأدوات لازم تكون عند الفنان، مثل ما تكون عند اللاعب في مهن بشكل عام. بشغلك أنت لازم تفصل مشاعرك. صح. أنت حتى لو كنت تشتغل بشركة، وزارة، whatever، الناس والشغل ما لهم علاقة بأنت شنو قاعد يصير فيك. أنا قاعد أقرأ شوية عينك،
وشفناك احنا من دخولك حق الاستديو طاقتك حلوه شكرا. وطاقتك منت المكان، ثانك يو. اكون صريح معك. بس شنو تعاني منه اليوم في؟ شوف، انا ما في انسان ما يعاني، بس انا اعتقد ان انا اشتغلت على نفسي من داخل، صح. فانا في حاله سلام وتصالح وجدا مع في. فانا اعطي كل شيء حجمه، ما اتكبر واعيش بالمشكله. ابحث دائما عن الحلول واسترخي، ما اجلد ذاتي. اي شيء انا سويته غلط في تصالح، اتعامل معاه بوقته وخلاص. ذاتس ات، اي موف اون، اروح حق اللي عقبه. عدل. اليوم كم نسبة الانفصال بين الشغل اللي هو الحلقة وبين الحياة الشخصية؟ 99.9%. اوف، يعني انت فاصلة وايد. طبعا يعني في جانب حيل ثاني عن الشخصية اللي احنا الحين قاعد نشوفها. طبعا. ومنو قال لك ان انا يعني شخصيتي تبين حق الكل؟ حتى حق المقربين مني ما يعرفون اشياء وايد عني. ما يعرفون حتى انا شنو افكر فيه. في ناس يعتبروني غبيه، في ناس يعتبروني خبيثه، في ناس يعتبروني وايد مسكينه وعلى نياتي. هذا كيفهم، انا مو مضطره ابرر ولا اقول لهم انا شنو. انا بس المهم ان انا اعرف كيف اتعامل مع الناس ومع الاحداث جسديا ومتواجدين واشتغل معاهم، او تربطني فيهم علاقات انسانيه، او كان حتى من الجمهور. انا مو ملزومه ان انا اقول انا منو ولا انا شنو عندي. انا اللي ملزومه فيه ان اقدم فني وشغفي الى العالم واطلعه فقط. هذا الشيء الوحيد اللي يحق للناس ياخذونه مني. اما اي شيء ثاني انا اللي اسلمه. عدل. فانا وقايله من قبل، انا لا اؤمن بمقوله ان الفنان ملك الجمهور. الانسان ما حد يملكه، صح. ولا اهلي ولا زوجي ولا ولدي. انا املك نفسي، فما بالك بالجمهور. الجمهور يملك مني فني. ولدي يملك مني امومتي، اهلي زوجي يملكون مني هذا الجانب. اما انا كائن مستقل بذاتي. في احنا اليوم نقدر نقول ان في ما عندها صداقات؟ عندي صداقات، وعندي صداقات قديمة بس ما أبرزها للعلن خاصة. وأغلب أصدقائي وصديقاتي أجانب. شنو السبب؟ يمكن سؤال حلو ترى وما انقال من قبل، فنبي نفهم إن ليش أنت صداقاتك ما تؤمنين بالصداقات العرب. إذا كانت مو ما أؤمن، يمكن أنا أتلاقى فكريا أكثر مثلا معاهم. شلون؟ شنو السبب؟ يعني خل أقول لك شغلة راح تستغرب منها. أي. إن قبل السوشيال ميديا وايد من أصدقائي الأجانب ما يعرفون لا إن أنا مشهورة ولا إن أنا فنانة أساساً. اللي تشوفه تحصله. إحنا في مجتمعاتنا للأسف الشديد يعتبرون الواضح غامض. وايد للأسف عندنا، ما أعمم، بس هناك نظرة سطحية حق الإنسان. لما وايد ناس مثلا، وأنا وايد عانيت من هالموضوع، لأن أنا من يوم عمري 4 سنين بالمجال الفني فإنك تكون أنت في دائرة الشهرة يخلي الناس تربط توقعات معينة منك. يبونك بهذه الصورة. صح. طيب يمكن أنت ما تعجبهم، هم متخيلين صورة غير عنك. فصارت عندي جروح وأنا صغيرة، بالذات من الصديقات. يمكن هذا اللي كون عندي هذا الجانب أو الرد فعل، إن أنا أفضل أكون مع الغرب والأجانب أكثر ما أرافق مثلا من العرب أو العربي. شكرا. مع احترامي للجميع. أكيد. مع احترامي للجميع، بس أنا أعتقد أن اختيار صديق مثل اختيار أسرة. إحنا لا نختار والدينا أو هذا القدر. أقربائنا، هذا القدر. لكن إحنا نختار، إحنا نكون محاطين بمن. وتعلمت أنا خاصة بالسنوات الأخيرة، يمكن تأخرت لي ما تعلمته. مساحتي مقدسة. مزاجي ترى هذا نضج قوي طبعا. مزاجي مقدس. صح. دائرتي والمحيطة فيني لازم تكون مريحة. ما عدت هذيك في اللي تلتمس أعذار لناس غير مؤثرين. ناس ممكن يرحلون، مو أساسيين بحياتي. صح. ما عدت أعطي فرص.
خلاص أنا علاقتي معاك مهنية أو صداقة، أنت لا زوج ولا أم ولا ابن ولا أخت، اللي وجودك أساسي. هذا مكانتك، احتفظ فيها وخلاص. خلاص أنا شيء ضايقني، مع السلامة، صح. بدون نقاش. عدل. محمد ما أناقش. أنا ما أناقش. طيب حتى لو أحد أساء لي ما أروح أقول له ليش أسأت، انتهى. هو تصرف يعكس هو شنو، خلاص مع السلامة. مع السلامة. فرصة واحدة حدة، ما فيها بس ما ثنتين. عندي ما عشان ما فرص. تنقرصين ممكن. عشان ما أنقرص، لأن ما عندي وقت ولا طاقة. إذا أنت ما تبي تنقرصين وحطيتيه فرصة واحدة، أكيد قبل انقرصتي في. أوه قلبي متروسة. بدعت. لا خلاص، طلعت اللي بقلبي وتصالحت مع الأمور كلها. صح. وقناعة عندي. أي. شفت كل الأشياء يمكن انضريت من ناس وايد. أي. لكن أنا عمري ما خليت السيئين يغيروني. أي. لأن إذا غيروا من نقائي أو من طيبتي أو من حسن تعاملي، معناته هم نجحوا. معناته أنا قلت حق الإنسان أو الشخص السيء قدرت أنك نجحت. لا، أنا مجرد أحجم، وأنا كما أنا. ترجعين نفس حجمه، مع السلامة. مع السلامة، ما أشوفه أنسى. في تؤمنين في صداقات الوسط الفني ولا فقط شغل؟ تشوف دائما أنت أبعد صداقاتك عن محيطك العائلي ومحيطك المهني. أوكي. صح. تحصل مشاكل فتخرب، تحصل مشاكل بين الأهل، تحصل مشاكل بالعمل، فليش تخرب؟ فأنا علاقتي مع الجميع جيدة. اللي بالوسط الفني في كل مكان جيدة. ما عندي مشاكل. ما تكون صداقات اللي تفضفضين له وتدقينك 24 ساعة. لا، في ناس محددة وصغيرة ومحدودة ودائرة مقربة. وزوجي عندي، اللهم لك الحمد، عندي زوجي، عندي خواتي، عندي أمي وأبوي. هذيلا أقرب ناس لي وما حب يفهمني مثلهم. أي. أنت ممكن تخافين إنك ترافجين أحد بالوسط الفني، فنان أو فنانة، وباكر تصير مشكلة ويخرب على رزقك؟ لا، لأن الرزق من الله أولاً. ثانياً، مو هذا هو مبدئي إن هذا مكان عمل، مو تكوين علاقات. عدل. فخل علاقاتي بعيدة ونلتقي من أجمل ما يمكن. تقول إحنا أكثر صديقات بالحياة. صح. فأنا ليش أخرب هذا الفايب أو هذه الطاقة وأدخل فيها أشياء خاصة وإنسانية ممكن تأثر على سير عملي. وأنا شغلي وايد يهمني. بقول لك شيء، انت دائما كنت تطلعين في لقاءات وكنت تقولين انا احس نفسي عمري 16 سنه، طلعت في مدرسه لا أزال وقلت ان انا عمري 16 سنه. انزين، مساله سؤال اليوم، هذا برج الثور كلهم شي سمعت أصالة بعد تقول نفس الشيء. برج الثور يعني اللي قاعد يتابعونا برج الثور كلهم يشوفون نفس العظماء. برج العظماء. أنا دائمة الطفولة، وللحين فيني ترى بسلوكياتي، يعني للحين تبهرني الأشياء البسيطة والأشياء الصغيرة. حلو. تخليني وايد أفرح. فأحاول قد ما أقدر أن أحتفظ بهذه الروح داخلي. ممكن إذا جت لك هدية وردة تقدرينها أكثر من إذا كان هدية ذات قيمة؟ أوف، طبعا أكيد. ما تشوفي نفسك تستحقين أكثر من الوردة؟ أنا أعرف قيمة نفسي. قيمتي ما تحددها هدية ولا تحددها كلمة. عدل. أنا أعرف أنا منو، مو محتاجة فاليديشن أو توثيق من أي شخص بالكرة الأرضية. في فاشينيستات يطلعون يقول لا، أنا اللي ما يقدر يعيشني أكثر من الليفل اللي أنا أبيه، ولا الملايين، ولا أنا ما، لا لازم هو يقدرني. صح، إيش رأيك؟ التقدير بفلوس؟ طيب إذا كان زوجها ما عنده فلوس شنو يسوي؟ يصير مجرم؟ أنا أعتقد عيب أن الواحد يتكلم في شيء وهو مو اختصاصه ولا مجاله. ما يصير أنا أعطيك نصائح طبية ولا نصائح بالهندسة شلون تبني وشنو الصح وشنو الغلط. ممكن أقول رأي بسيط وما أطلقها على العلن. اللي صايرة الآن الكل يتفلسف والكل ينظر والكل يتكلم، وفي تأثير قاعد يصير مو بس على الصغار، حتى الكبار بالعمر. في مبادئ وأسس موجودة بديننا، موجودة بعاداتنا، موجودة بتقاليدنا. شنو أساس الزواج؟ الأول المودة والرحمة. شنو عمود علاقاتنا الاجتماعية؟ الاحترام. في مثل مصري بالنسبة حق اللي يتكلمون عن الفلوس: يا واخد القرد على ماله راح المل وفضر القرد على حاله. اللي بتتزوج عشان الفلوس صار ظرف، الريال خسر، صار فقير. شنو تشيك اوت؟ اروح اشوف لي واحد ثاني، اتزوج واحد ثاني؟ ولا الزواج هو استمرارية، علاقة تنمو، علاقة محتاجة رعاية، اهتمام.
تكبر مع العمر. الحب والزواج مو كلام وغزل. احنا قاعد نشوفهم اذا وايد يطلقون، يعني وايد تطلق تروح تتزوج واحد ثاني، تطلق تتزوج واحد ثاني، تلقى وايد عندها ازواج. فاتوقع بسبب ان قله الصرف عليها. احنا بزمن، وبنات قاعد يتاثرون، يعني بناتنا قاعد احنا يتاثرون. بزمن الان المراه تقدر تصرف على نفسها وتصرف على نفسها وتشيل بيت وتشيل اسره وتساعد زوجها. خلاص احنا بزمن مختلف. المراه مو قاعده تنطر انه ريلها يعطيها فلوس عشان المراه تشتغل الان. المرأة تعمل في كل مجال وقاعدة تبدع في كل مجال. فليش هذه النظرة المحدودة؟ أنت متزوجة إنسان ولا بنك؟ شنو المهم؟ الاحترام والعلاقة والتفاهم والانسجام والراحة النفسية، وأن هذا يكون سند لك وأنت سند له. ففي مفاهيم غلط. بس قاعد تلاحظين ان في وايد بنات صغار قاعد يتاثرون بالشارع. البنات قاعد يتاثرون طبعا، قاعد يتاثرون بالمشاهير. لا انا ما ارضى اتزوج اي احد، لازم يكون ريتش عشان يعيشني عيشه كريمه. طريقه بنات صاروا كذي من تاثير المشاهير عليهم. قاعد يتابعون الفاشينيستات، قاعد يشوفون ان كل واحده تملك اشياء تخرع، مو واحده ولا ثنتين ولا 10 وايد، فقاموا يتاثرون. اللي يملك يستعرض ولا محدث نعمه؟ بغض النظر، فهم قاعد يتاثرون بالشيء هذا، حتى لو حديثنا بس قاعد يتاثرون. هو شوف، هو ضعف بالانسان نفسه، لكن أكيد في تأثير على العقل اللاواعي والعقل الجمعي. أكيد. بس إحنا بالنهاية من أول ما طلعت السوشيال ميديا كان في مقولة لا تجعلوا من الحمقى مشاهير. فمعلش أنتوا جعلتوا من كثير من الحمقى مشاهير وجعلتوهم يتسيدون الساحة، وقاعد تشوفون هذا تأثير عليكم وعلى عيالكم. صح، على عيالكم. أنتوا تابعتوهم، برافو، وصلتوهم، والآن أنتوا اللي تدفعون الثمن. بس سووا حملة توا في التيك توك اللي اسمها حملة دبي، اللي وايد ناس عطوهم بلوكات الناس وقلت المشاهدات. هل ممكن صار في وعي من المتابعين والجمهور؟ ما أعتقد، تكون صريحة معك. لأن تقريبا المشاهير هذيلا ليش حملة مقتصرة على ناس معينين؟ في ناس وايد أسوأ من اللي شفت. أنا ما أعرف، ما تابع أحد للأمانة. أنا سمعت to be honest. أنا ما تابع ولا عندي وقت وماني فاضية الأمانة. عندي وايد أشياء أسويها بحياتي، عدل وأشياء أفكر فيها وأشياء أخطط لها. فأنا ماني فاضية أطالع هذه شنو كلت ولا وين سافرت ولا شنو مشكلتها. أنا عندي حياتي. صح. فما أبي أعيش حياة الآخرين. عشان فالمشكلة أن لما أنت تقعد تتابع جزء صغير من حياة هذا الإنسان وتقارنها بحياتك. أساساً المقارنة حتى بالواقع غلط. يعني أنت لا تقارن نفسك بولد خالتك، صح، لا تقارن نفسك بزميلك. أنت لك حياتك، لك ظروفك، لك اختياراتك. فأنا المقارنة هي بكل الأحوال متعبة ومرهقة. فما بالك أنت قاعد تشوف نماذج قاعدة تتصدر ما تعكس الواقع نهائياً. يعني كله كذب وفيلم؟ مو كذب وفيلم، جزء. أنت ما تقدر تشوف القصة كاملة إذا شفت أنت جزء منها. أي عدل. فهذا شابتر واحد، صفحة واحدة، ما تقدر تحكم على كتاب كامل. وليش تنظر أنت أنه طيب هو يمكن سعادته بهذا الشيء؟ في ناس وايد طبقوا المقولة وتزوجوا عشان الفلوس وما ارتاحوا. في ناس ارتاحوا. فاللي يناسب فلان ويمكن ما يناسبني أنا. زين فعلا إن في مشاهير احنا ننصدم إن هذا من وين له؟ سياراته أكثر من سيارات التجار، مو معقولة، والشيوخ. يعني فأنت عايشة في السوشيال ميديا قاعد تشوفين أكيد، حتى لو أنت ما قاعد تصورين بس قاعد تشوفين. تفرض علينا أشياء نشوفها تطلع بالإكسبلور. وأنتم فنانين في أوقات ممكن حتى يغرونكم إنه لا لازم تصورين عشان إن هذا الوضع اللي صاير. فمن وين لهم؟ I don't know. حتى أنت مو عارفة. I don't know and I don't care. أنا ما. لأنه مو هامج، أنا عارف، بس يعني مو يعني بقول لك شيء مو بدائرة اهتمامي ولا أنا. أنتم كفنانين ما ودكم تصيرون كذي إن يكون عندكم هذا الأشياء؟ أنا ما أبي أكون أحد. أنا حتى ما أبي أكون ميرل ستريب. يعني الفنان مو حاب إنه يكون لازم. أنا أبي أكون أنا سعيد بنفسي وبخير. عادي ما تكونين ثرية. طبعاً أنا وايد ثرية أساساً. أنا مليونيرة فعلاً. أنت مليونيرة بالوقت الحالي من بعد المسلسلات الأخيرة؟ لا أنا مليونيرة داخلي، مو شرط إنه يكون عندي مليون. أنا أحس إن أنا إنسانة ثرية الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله.
ومو شرط يكون المليونير يكون داخل كرت البنك، ممكن فكره يكون مليونير. طبعا. انت ممكن شنو ثقافة. احساسك؟ في ناس عندها فلوس ملايين، ما يملك مشاعرهم واحاسيسهم وتصرفاتهم كأنه واحد محتاج الدينار. عدل. عندهم نقص داخلي، ما في اكتفاء ذاتي. في تحب الترند ولا ما تحب الترند؟ نهائيا. واي مو صوبه. مو صوبه. انا مشهوره وما احب الشهره من الاخر. انا اكره الشهره. هذه انا سمعتها وايد في لقاءات. في شنو الموضوع اللي انت دائما تطلعين في لقاءات وتقولين انا مشهوره وفعلا انا فنانه، بس انا ما احب الشهره. ما احب الشهره ولا احب الاضواء ولا احب امشي والناس تطالعني، لان تعبت من يوم عمري 4 سنين بهالشيء. انا مليون مره اعتزلت. اول مره اعتزل كان عمري 9 سنوات. شنو السبب كان؟ ما ابي اضواء. كنت تأذي بالمدرسه؟ طبعا كنت اتعرض لتنمر منذ الطفوله اوف. طبعا. واسال اي احد بالمجال الفني صغير، اسال اي طفله بالمجال الفني ومشهوره شنو تتعرضين له بالمدرسه. اوه. يس. عشان كذي انا واحده ما اطلع ولدي بالسوشيال ميديا نهائيا. من كذي انت مو حابه ان ولدك يطلع بالسوشيال ميديا لان طبعاً. انت تعرضتي لتنمر؟ لأن لما يكبر ويكون عنده قرار إنه يطلع. زين، في مواقف ما تنسينها في المدرسه تعرضتي لها من تنمر ولحد الان ما تطلع من بالك؟ وايد. مثلا اعطينا موقف ما يطلع في بالك. يعني تعليقات البنات على لبسي، مع ان امي الله يطول في عمرها كانت تشتري لي اغلى نوجه لها الملابس. تحيه طبعا. ها؟ نوجه لها تحيه. الله يحييك يسلمك. ليش تحركين مضاعدك وايد؟ ذهب. اي. آه. يعني انت تتكلم عن بنت عمرها 8 سنوات 9 سنوات لابسه ذهب، فصح. قاعد تقدم برنامج بالتلفزيون ومبسوطه، ودائما يتم ان يبروزونها بالاذاعه المدرسيه، بالاحتفالات الوطنيه، بغيرها، لها جمهور. ف لما امشي ويوم بناتي يعلقونه ويطنز، هذا التنمر من الصغر. فانا قلبي يعورني لما اشوف النجوم صغار، لان التشايلد ستار ايشيو او ازمه الطفل النجم مؤلمه. يعني انت طالع مشاهير هوليوود، شوف الصراعات النفسيه اللي يدخلون فيها. يعني انا نبي موقف تعرضتي له بالمدرسه. لا، هذه مواقف يعني تنمر الكلام. اي، حتى لما نروح رحله مع مدارس ثانيه بعد اتعرض حق نفس الشيء. في بنات يحبوني ويستانسون شايفيني، وفي لا اللي فيه غيره توصل لطق اي. انا دائما انطق، ما اعرف ادافع عن نفسي. ترى هذه اول مره انت تقولينها. اي دائما انطق لو يقطون جنطتي من الباص وللحين اتذكر وانت كل ما سالناك عن شيء قلتي من لندن. اوه. هذه اشياء معكوسه بمخي. فعلا 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 فعلا، شيء مؤلم، شيء مؤلم. ما تصالحت مع هالموضوع الا يمكن 2009 2010. بعد فتره طويله. طبعا. بعد فتره لان طويلة انا كنت ابكي، ما ابي الناس تعرفني، ابي اعيش نورمال لايف. ليه ما صار الفيسبوك ودشيت وشفت الناس يتذكرون اعمالي القديمه وشفت محبه، قلت انا ليش اطالع البارت السلبي من الشهره؟ لازم اتعايش معاها واتقبلها. صح. واحبها. صح. لان اعطتني اشياء وايد. اوكي، اخذت مني اشياء، اخذت مني خصوصيتي، اخذت مني ان الناس يحطوني باطار وقالب معين. لكن اعطتني وايد اشياء. فتعلمت اني اتصالح. بس في ما حسيتي انه بعد التنمر اللي حاشش في المدرسه انه ودك ما تكملين بالدراسه؟ طبعا. اقول لك اول مره اعتزلت عمري 9 سنوات. بس انت كملتي دراسه ليه؟ تخرجتي من الثانوي؟ طبعا اكيد. اي، بس جت لك فترات بالمتوسط انه لا انا خلاص ابي اطلع من المدرسه، ما ابي ادرس؟ لا لان انا اموت على الدراسه. انا لو يطلع المارد السحري ما تشوفني اقول لك واقفه عند 16، انا ابي اعيش حياه المدرسه. واقول حق اللي يتابعونا ترى اجمل المراحل. شنو الشيء اللي فاقدته؟ شنو الشيء اللي فاقده شعوره؟ شنو مشتهيه تعيشين جو معين، شعور معين؟ مو مفتقده شيء الحمد لله، لاني اعيش هذه المشاعر للحين داخلي. هذه الطفله وهذه المراهقه اللي عندها طموحات وايد، اللي تبي تروح الفضاء، اللي تبي تسوي اشياء وايد وتكتشف اشياء وايد بحياتها. خلينا شويه نتعمق على موضوع الفضاء، في ناس مو فاهمته. فعلا انا لما شفت اللقاءات السابقه، احنا مذيعين نطالع لقاءات سابقه، نحاول نطلع يمين يسار في الاعداد، فقلت موضوع الفضاء ما نوضح حق الناس. طلعت قالت انا ودي اعيش في الفضاء، اروح الفضاء. اي
وضحي لنا اكثر شنو معنات وشنو فكره اللي انت قاعد تقولينه او شنو اللي تقصدينه اللي احنا ممكن مو فاهمينه. يعني شوف أنا قارئة نهيمة منذ الطفولة. قارئه نهيمة. اي. فأحب الأشياء. وأنا صغيرة وايد كنت أقرأ عن الأهرامات، مثلث برمودا، هذه الأشياء، عن الفضاء. نفسي بالضبط، عن الالينز، المخلوقات الفضائية. والواحد لما يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى يعرف ان احنا لازلنا نجهل كثير. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، احنا نقطة في هذا الكون الفسيح. فعندي هذا الخيال، صح. اني ابي اشوف وابي اكتشف وابي اعرف، هذه موجودة عندي. تشوفين في علم من العلم الفضاء او العلم الاهرامات في شيء مفقود من هذا العلم؟ ما رب العالمين قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لازلنا نجهل كثير. أنت متخيل الآن إحنا 2025 الإنسان وصل للفضاء والقمر وكل مكان. أي. ما يقدر يتنبأ بالزلازل اللي تحت ريوله إلا قبل دقائق معدودة من حدوثها. صح. ما يقدر يعرف أنه راح يصير زلزال وراح يدمر وهو تحت ريله. كل هذا العلم والتطور والتكنولوجيا اللي وصلنا له، الذكاء الصناعي. صح. ايش رايك بالذكاء الاصطناعي؟ تشوفين انه ممكن يضرنا احنا كبشر بالمستقبل؟ كل تطوير صار بالبشرية يا وراه ضرر. اي صح. عرفت؟ يعني الآن وظائف وايد راح تفقد بسبب AI، أوكي؟ أو الذكاء الصناعي. لكن من البداية، منذ ظهور المطبعة، من ما صارت الاختراعات، في وظائف راحت، في وظائف انتهت. مع انه في وظائف وايد احنا مو لاقينها الحين. فمع الاي اي ايش بيصير؟ I don't know. لأن أنت ما تعرف أنت شنو رب العالمين والكون يجدد من نفسه. الكون يطور من نفسه. كل ما مثلا صار في كساد ولا شيء تشوف يصير في شفت، تتبدل الأمور. صح. فالآن حتى لو اختفت وظائف راح أكيد تطلع أشياء ثانية إحنا ما نتخيلها. في للحين أنت تحسين نفسك طفلة ولا تحسين إنك كبرتي؟ لا، ليش أحس نفسي ياهل وأتصرف ساعات كياهل. والله ما حسيت إنك كبرتي؟ نو. لا، فيك الروح الطفل عادي والروح الطفل الصغير. جدا جدا جدا. زين، في شنو الشيء اللي ممكن الناس تفهمك غلط فيه؟ ممكن الناس يفهمونه غلط. هم وايد عبالهم ان انا مثلا لبسي او ستايلي حق الاضواء او لفت الانتباه. عدل. اخر شيء افكر فيه اني ستايلش يعني مو ستايل اللي انا بطلع بلبس كذي، بلبس اشياء غريبه عشان ممكن اطلع الاضواء او الترند. نو. انا البس غريب لاني ابي البس غريب بس. تحبين اللبس الغريب؟ اي. لانك انت شنو كنتي؟ لان انا من يوم عمري 4 سنين على المسرح، فاتس نورمال ان انا احب الكوستوم واللبس المسرحي واللبس آرت، وأنا أحب الفن بكافة أنواع. أي شيء في فن أنا أحبه. عدل عدل عدل. فليش زين الناس قاعدة تنتقد ستايلك؟ هم شنو حارهم؟ كل واحد وستايله يعني. أنا هذا اللي مستغرب منه. وأشوف التعليقات اللي داخل الفيديو اللي انتشر عبر السوشيال ميديا، الناس قاعدة تهاجم. زين ليش قاعدة تهاجم؟ عندهم مشكلة شخصية طبعا. محمد أنت عندك وقت تطالع هذا شنو لبس، هذا شلون عايش، هذا وتحكم عليه نهائيا. انت منشغل بنفسك، بنجاحاتك، بحياتك، بطموحاتك. ف the beauty in the eye of the beholder، الجمال في عين الرائي. الإنسان اللي سعيد مرتاح يشوف الجمال حوالينا. الإنسان الضعيف التعيس اللي عنده issues ومشاكل مو قادر يحلها يدور الأخطاء. يقول لك أنت الحين لما إذا دخلت بيت أحد شفت غبار تحت المكتبة، شفت غبار بالثريا، شفت غبار بالطاولة، لمحت قطعة طايحة تحت الصوفة، أنت قاعد تطالع ما تكلمت. اطلع من بيتهم رأسا. تدري ليش؟ لأن هم نظاف وأنت مو نظيف. أنت دخلت مكانهم، صح، أكرموك بضيافتهم، بس أنت قاعد تدور، قاعد تدور الزلة، قاعد تدور الشيء المزعج. شكرا. فاطلع من عندهم لأن أنت مو نظيف. كلامك صح. عدل عدل. هذا مو كلامي، هذا كلام موجود ومذكور، ما أنسبه لنفسي، بس هذا واقع. الجمال في عين الرائي، السعادة بالإنسان. أنت لما تكون إنسان نقي ومتصالح مع نفسك
تفرح بسعادة غيرك. اكيد. ما يضايقك، ما يضايقك نجاح الآخرين، ولا تشوف ان هذا شيء ما كيفه. يا اخي كل انسان حر، كل انسان حر، اهم شيء انه يكون سعيد ومرتاح وما يأذي غيره. شنو اصعب موقف تعرضتي له؟ شنو الشيء اللي ما يطلع من بالك؟ حتى لو كان شويه ثقيل، احنا ممكن نوصل لا هدف. خليني اقول ثلاث شغلات صعب علي اتجاوزها. وفاة صديقتي الشاعرة موزة الدرمكي، الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها. وفاة صديق عزيز علي فجأة توفى الله يرحمه، ووفاة عمي علي الشيراوي اللي يعني مربينا. فهذه الأشياء أنا ما أقدر أتجاوزها وموجودة داخلي. وأعتقد أنه يمكن أصعب تجربة ممكن تمر بالإنسان هو فقد ناس يعزهم. وبالنسبة حق اللي توفوا بشبابهم، اللي أنت تسأل نفسك هل كان أنا ممكن أنتبه لشيء معين؟ هل كان أنا ممكن أني أساعد؟ هل كان ممكن أني أكون جزء من الحل؟ فيبقى هذا أكثر شيء مزعج ومؤلم، لكن واحد يرضى باللي كتبه رب العالمين. الحمد لله. أنت ذكرتي لنا أصعب 3 مواقف تعرضتي لها، بس إحنا بحثنا أكثر وشفنا أن أنت قلتي أنه كان أصعب موقف أو أصعب شيء مريتي فيه بالفترات اللي طافت اللي هي وفاة الإعلامية الله يرحمها صابرين بورشيد. بس ما شفتك ذكرتيها، وأنت ما ذكرتيها. ليش ما ذكرتيها؟ أذكرها دائما. منو قال ما أذكرها؟ بس يعني استغفر الله العظيم، الله يرحمها ويغفر لها. وفاتها كانت فاجعة وصدمة. وأنت تكلمني أنا لأن تو صورة منشورة لي من حفلة عرسي كاتبين كارداشيانز البحرين زواجي 2013. طبعا صورتها موجودة اليوم على بالي. هي شفت قفاز كنت لابسة بلقاء معها اليوم. ففي أشياء ساعات يمكن أنت ما تذكرها بس هي موجودة. ترى صابرين أثرت فيني بشغلة وايد مهمة. شنو هي؟ أن لما الله ياخذ أمانته أبي الناس تذكرني يقولون كانت طيبة. وهذا اللي صار مع صابرين فعلا صح. فأنا مهما أذوني ما أرد الإساءة. ما أرد الإساءة، لأن هذا اللي أنا أبي أتركه كأثر. هذا أهم من أي شيء ثاني. فصابرين خدت منها هذا، الله يرحمها ويغفر لها. الله يرحمها. ايش رايك بالفنانين العالميين؟ خلينا نتكلم شوي في العالم. ايش رايك بالفنانين اللي يكونون امورهم طيبه وتمام، يمثلون بشكل صحيح، وفجاه ننصدم انه دش في طريق الهلاك؟ انت قاعد تتكلم عن موضوع حساس الان عالميا. وايد من الناس ينساقون لمسارات خاطئه، ومن ضمنها المخدرات، الآفة العظمى اللي تنهش بالمجتمع وتنهش الإنسان لحد ما تقضي صح. عليه. لكن بالنهاية ترى الحياة قرارات. فالواحد اللي يلجأ لأي طريق خاطئ ويبرر لنفسه أن عنده أزمة نفسية، ولا أن ظروفه، ولا أن طفولته، ولا أن عليه ضغوط، هذا إنسان ضعيف. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله عطانا عقل عشان نميز وإحنا نختار قراراتنا. فأنا ما أتعاطف مع هؤلاء الناس، لأن هذا قراره وهذا اختياره، وهو عنده عقل وعنده وعي عشان يعرف أن هذا طريق الهلاك. فلازم الواحد يلوم نفسه، ما يلوم الآخرين ولا المجتمع ولا الدنيا ولا الزمن ولا السوشيال ميديا ولا أي شيء. صح، عدل كلامك عدل. وش رايك بالفنانات العالميين طبعا اللي يقولون لا احنا عندنا مثلا نعالج طب نفسي وهذه وصفتنا واحنا ناس هذا شيء خاص فيهم، ليش الناس لازم تعرفه؟ ولا عشان الناس تتعاطف عشان ما يقولون ان هم فنان. في بعض البشر للاسف يحبون يعيشون دور الضحيه. وهذا الانسان مؤذي لنفسه ومؤذي للاخرين. ولما تشوف يا محمد اي انسان قاعد يتكلم ويلطم ويبكي انا المظلوم وانا اللي تعذبت، شيل شلايلك واشرد عنه، لأنه طاقة سلبية وهو يبي يكون عايش بهذه الدائرة. صح. دائرة اللي أنا مظلوم والدراما أنا حتى يعني بقول لك شغلة أنا مؤمنة فيها. تعرف أي حد أذاك بحياته لا تلومه، لوم نفسك، لأنك أنت سمحت له إنه يأذيك. أنت عطيته المجال إنه يأذيك. فهذا أنت مالك شغل، أنت تحاسب نفسك ما تحاسبه. اليوم في فنانة أكثر وتختار الأعمال على تكلفة الأجر ولا على
تكلفة الدور نفسها؟ أنا I'm very passionate بشغلي. وايد أحب مجالي، وايد أحب إن أنا ممثلة، وايد أحب الأدوار الحلوة الصعبة اللي تستفزني، الأدوار اللي تعبني، الدور اللي أحفر فيه وأشتغل عليه. صح. فآخر شيء أفكر فيه الأجر. تماماً، بدليل إن أنا اشتغلت مثلاً أفلام قصيرة، أفلام مهرجانات، وحصلت جوائز. صح. لكن مردودها المادي صفر. لأن أساساً هذه ما تدخل إنكم. صح. أنا كيف أقول حق اللي بيسوي العمل عطني فلوس مقابل شيء أنا عارف إنه هو قاط فيه فلوس وما راح يحصل فلوس، راح يحصل مثلاً جائزة أو تقدير أو إنه يبرز إمكانياته. عدل. إنزين اليوم إحنا مثلا انت كفنانه مهم انك انت تحددين كم سعر اجرك عشان تقيمين نفسك بين الفنانات ولا لا؟ لا، أنا ما أقيم نفسي مع أي أحد نهائياً. لا بالفن ولا بغير الفن. زين اليوم في انظلمت بالاجور؟ قولي الصدق. شوف، خليني أقول لك، هي مو مسألة أنا انظلمت بالأجور، لأن هذه مو دائرة اهتمامي وتفكيري. أنا أبي أشتغل الفن اللي أنا أبيه. أنا ما أبي أنظلم بمشهدي، أنا ما أبي أنظلم بعملي، أنا ما أبي أعمال حلوة تنظلم تسويقيا مثلا. عرفت شلون؟ هذا يعورني، يتعبني أكثر. فيمكن أنا ماني إنسانة مادية حيل، ما في أحد ما يحب الفلوس، بس أنا بالنسبة لي الفلوس وسيلة مو غاية، مو هدفي إن أنا أوصل لها. لا، هي تساعدني في حياتي، أعتاش من خلالها، أسوي أشياء وايد من خلالها، وما حد يشتغل ببلاش ولا حد يقدر يعيش ببلاش. صح. فأنا الدور والعمل، وإن أنا أطور من إمكانياتي ومن قدراتي الفنية، وإن أنا أكون حتى على الصعيد الشخصي النسخة الأفضل من نفسي. زين اليوم انظلمت بالاجور، في احد مثلا اشتغلتي معاه في ودنا نوضح اكثر حق الناس، في اليوم اشتغلت في اعمال والمنتج ما حاسبها؟ لأن صارت بس التمس العذر. بس في أنا أقدر. بس في انت اليوم عايشه بالكويت. لما تعيشين بالكويت وانت اوريدي انت بيتك وحياتك في البحرين، انت فنانه بحرينيه، فلما تعيشين في الكويت انت طبعا انت تسترزقين الله. أكيد. هذه وظيفه طبعا، هذه معاش، انت تعيشين فيها، عندك عيالك، عندك امورك، عندك ناسك، عندك ايجار مكان. صح. ففي احد اكل حقك؟ ما اقدر اعتبره اكل، لانه بس اذا انسان خسر انا شلون اقول له؟ بس هذه اتفاقيه. زمن عليه. بس هذه اتفاقيه وعقد. انا اقدر it's just money، مجرد فلوس ترى. يعني مو هي هدف. خلاص صارت ظروفه، صارت مشاكله، هو ما قدرني، هذا شيء راجع له، انا اهم شيء مقدره نفسي. زين بس انت متاكده ان العمل خسر ولا هو قال لك خسر؟ لا اعرف. يعني وساعات تصير ظروف حق الإنسان، ساعات أكبر رجال الأعمال وأثرى الأثرياء أكيد يتعرضون لمشاكل مالية كبيرة، وبالذات إحنا الآن يعني في نوع من الكساد شوي عالميا للأسف الشديد، يمكن موجود وملاحظ، وفي تأثيرات عالمية وتأثر على أثرى الأثرياء. صح. إنزين اليوم في ليش دائما أنا أشوف منتجين ولا ما أقعد مع الفنانات أصدقائي ولا لما أقابلهم عندي يقولون محمد مشكلة بعض المنتجين، ونعم بالجميع، بس مشكلة البعض اللي مو بروفيشنال بين قوسين، يكون مو بروفيشنال المنتج هذا، لما اليوم يبي يحاسب الفنانة أو الفنان يتأخر شهور في تسديد الأجر. أنت خلصتي عملك، المفروض على طول مباشرة أنت مخلصة مستلمة كامل. زي خليني أعطيك مثل. أنت الآن عندك برج سكني تملكه، على هذا البرج أنت ماخذ قرض. إذا السكان تأخروا في الدفع، أنت كيف تسدد قرضك؟ شوف أنا وايد بالعكس صح. أنظر دائما إلى الطرف الآخر. أي. أقدر، أعرف إنه مر بأزمة. الصناعة عندنا ترى لا تزال للحين مو بهذاك الثقل والنضج. هي صناعة. شلون مو هذاك؟ يعني إحنا يعني ما صار عندهم وعي كبير في الموضوع البروفيشنال. مو بوعي، مو مسألة وعي، مسألة إن هذا بزنس، انترتينمنت بزنس، أو صناعة الترفيه وصناعة الفن، في تكلفة وفي مردود وفي أمور كثيرة. فهذه الثقافة لا تزال موجودة عندنا بشكل محدود، قاعدين الآن يتعلمونها. شوف الآن يعني الآن بدأت تنزل القنوات
بدأت تطلع المنصات. عجل. ففي شيفتنج يحتاج المنتج الموجود بالوسط الفني انه يتفاعل معاه. في تأثير السوشيال ميديا اللي بدأت تفرض على المنتجين وعلى المخرجين وحتى على الكتاب أسماء معينة ونوعيات معينة، لأن التسويق الآن صار يتم مو عن طريق القنوات ولا حتى المنصات، عن طريق المتابعين السوشيال ميديا. صح. فهذا شيء مزعج، لكن أنت محتاج أن أنت تواكبه. بس شلون مزعج في؟ بس هو هذا الشيء اللي قاعد يصير هذا الزمن. هو شنو المزعج فيه؟ لأن احنا نشوف فنانين ينزعجون من السوشيال ميديا ومن أجواء اللي بالسوشيال ميديا تكون. الفنان دائما يكون ضد السوشيال ميديا. أنا مستغرب ليش مثلا؟ هل من شخص لشخص؟ شوف أنا أؤمن بشغلة، أن الجمهور لازم يروح للفنان. أنا أشوف غلط الفنان اللي يروح حق الجمهور ويتواجد وايد ويعرف لازم يكون في جانب من الغموض. الفنان في ناس ينظرون له نظرة معينة من معجبينه، ممكن أحيانا بعض التصرفات والسلوكيات عن طريق السوشيال ميديا ممكن تنشلخ هذه النظرة أو تتأثر. يمكن لأن أنا بالمجال هذا من زمان، أنا ما أشوف أن السوشيال ميديا أضافت للفنانين حتى للناس. بس أنا أشوفها سرقت من الناس تفاعلهم، علاقاتهم الحقيقية الحميمية، التواصل، السلام، القعدة بالعيد بالمناسبات صارت كلها رسائل واتساب تندز. افتقدنا حتى الدعوات صارت إلكترونية. حتى الدعوات صار وين ما تدق تلزم ترى عرس بنتنا اليوم وكذا وكذا وحياكم الله وانتوا اللي يعز عليكم، هذا كله راح بطاقة وصلت. شفتها ما شفتها ما ندري. صح. دائما أقول وسائل التواصل قللت من التواصل. بس في نفس الوقت في ان حتى الفنانات صاروا يتجهون الى السوشيال ميديا. لازم انا مجبر فاصبح الحين الفنان قام هو يروح حق الجمهور، مضطر. بس انت لاي مدى بتروح ولاي مدى بتوصل؟ في مقياس حق الشيء هذا؟ هذا مقياسك انت كانسان، انت اللي تحدده. طبعا مقياسك انت، بيئتك، ثقافتك، تربيتك، اخلاقك، نظرتك لنفسك، شنو اللي تبي يطلع، شنو اللي الجانب الخاص فيك اللي تبي تحتفظ فيه. وترى القيود اللي على الفنان وايد اكبر من مشاهير السوشيال ميديا. بعض المشاهير فقاعه موجود اليوم ضارب ترند مكسر الدنيا على موقف تافه ولا شيء. ناس منو؟ ما أقول أسماء. أنا أحترم الجميع وأحترم تجربة الجميع. صح. كل إنسان حر بخياراته. عقب فترة بيطلع حب يغطي عليه. يعني واحد يشتهر مسوي شيء سخيف، صح. بيطلع اللي أسخف. بينما الفنان يطلع لما يسوي شيء عمل مميز لا قيمته. هذا اللي يبقى. هذه الشغلات راح تنتهي. صح. طلع واحد ضارب ترند وراح. وبالنسبة حق اللي موجودين بالسوشيال ميديا واللي دخلوا الفن، ليش لا؟ إذا كان عنده شيء حقيقي راح يستمر. صح. إذا ما كان عنده ما راح يقدر ولا راح يطلع بشكل لأن قمت أشوف أنا توني بالسوشيال ميديا وأنا أتابع دائما الفنانين عشان ممكن في ناس أنا ممكن أستضيفهم ولازم يكون عندي أبديت بالناحية هذه. قمت أشوف في فنانات قاعد يطلعون بالسوشيال ميديا وقاعد يطلعون من الفن. فقاعد لما نسألهم يعني بحياتنا الخاصة ولما أتصل عليهم أقول لها مثلا أنت ليش طلعتي من الفن؟ قالت لي يا محمد يا معود المنتجين لا يدفعون وايد، يدفعون شوية، يدفعوا لي بالعمل كله 10,000 دينار ولا 5,000 دينار وأنا أطلع بالإعلانين ولا خلينا نقول عشان نكون دقيقين أكثر بالأربع إعلانات 10,000. فقالت لي محمد أنا أسوي 4 إعلانات 10,000 ولا أنا أخذ يا معود حتى لو طموحي حتى لو جوي كذي الفن. لا اللي طموحه ما يوقف. الفن شغف أنت تعيش من خلاله وهو يعيش فيك. في فرق بين فنان، بين نجم، وبين موهبة، وبين شغف. أنت شنو هدفك من وجودك؟ هذا هو اللي يفرق. يعني أنا كل يوم أقول راح أطلع لايف، راح أسوي بث، ما أقدر، قاعدة أدز نفسي بس ماني قادرة، مع أن هذا يعني ضرني. صح. حتى بمجالي، حتى بالفن. أذكر دشيتي لايف ودشيت عندك أنا. صح. صار شهور أحاول، مع أن على فكرة لازم أنظر بعد. أنا يعني أنظر للجانب الإيجابي. أوكي في 3-4 يتنمرون، في ناس وايد يقولون كلام طيب وحلو. صح. ليش إحنا نركز على الجانب السيء؟ يمكن هي فطرة إنسانية بس أنا بحاول إني أتغلب عليها. طبعا. ولازم أنا مضطرة إني أواكب السوشيال ميديا. ونفس ما قلتي لي أنت قبل شوي إن أنت I don't care في التعليقات السلبية والناس من صدقك. فهذه هي. حتى زوجي يقول لي يعني عفي عليك اللي قاعد تتحملين هالتعليقات. قلت له أنا تابعتهم فترة
عبالي ما يعرفون وأنا بشرح لهم. طلع هم بس يبون يسيئون، فخلي يسيئون، أحصل حسنات، أحصل فلوس. صح صح. كيفهم؟ قاعد ترفعين قضايا في حق المسيئين. أمتنع عن الحديث. أوه شكلهم الله يعينهم. من يطق الباب سمع الجواب؟ أيوة حلو، تعجبيني. عاد مو الكل في طبعاً. يعني خلش مع فئة معينة. طبعا. صح صح. إنزين. من هني على فكرة إيه قولي. اكتشفت أن كل اللي يسيئون مدمرين حياتهم، أعوذ بالله. الله يعينهم. الله يعينهم، الله يعينهم. وترى تلقينهم أغلبهم صغار. لا للأسف اللي صدمت فيه إيه كبار؟ كبار، وناس تشوفها تقول هذيلا ناجحين بحياتهم. فصعقت من هذا الموضوع. في نقص في جانب معين، النقص. صح. في لو ينعرض لك دور حق ولدك لا نو واي، بالوسط الفني انه يمثل. نو واي. زين ليش؟ No يمكن way. موهبته، حتى لو قالت شي ما هذه موهبتي الفن. هذا إذا صار الله يبلغني فيه صار عمره 25 سنة 30 سنة. زين وانت كنتي من 8 سنوات. لأن عشان كذي أنا ما أبي يمر باللي أنا من عمري 4 مو 8 بعد. اي ما شاء الله. فما أبي يمر باللي مريت فيه. وعلى فكرة لما تشوف أن أغلب الفنانين ما يبون عيالهم بالمجال الفني، مو لأن مجالنا سيء، لا والله، أنا بالمجال من طفولة مثل أي مجال ثاني. صح. لكن حياة الفنان غير مستقرة، وكل واحد يبي الأفضل حق عياله. أي. يبي الاستقرار المالي، يبي الاستقرار المهني. يت مرحلة حق في وقفت فيها لمدة كم سنة، وهذا طبيعي. فنانين مغنيين الحين نجوم كبار صف أول، فترة زمنية وقف اختفى. وكذلك أنت صار لك هذا الشيء، يت لك سنين طويلة وقفتي، فجأة في رجعت وبقوة. منو اللي رجعك ومنو اللي رشحك حق العمل؟ منى الشمري الله يسعدها، ونعم وجه تحية. الكاتبة نعم. الرائعة الراقية. كلمتني على تويتر، قالت لي عندي عمل لا موسيقى بالأحمدي، إخراج محمد دحام الشمري. ونعم. تين تسوين كاستينج؟ قلت لها طبعا. حجزت تذكرة ورحت وجيت الكويت على حسابك. طبعا. سويت الكاستينج، تأجل العمل سنة. أنا في هالسنة أحضر، في هالسنة أقرأ النص، ما قريت الرواية، قريت النص قبل، بعدين قريت الرواية الرائعة لا موسيقى بالأحمدي. وأذكر أن أنا طلعت على الشاشة بلقاء قبل ما ينعرض العمل، قلت إذا ما نجحت بلا موسيقى بالأحمدي ذات ست راح أعتزل، لأن إذا ما نجحت بهذا الدور معناته أن أنا ما عندي شيء، لأن دور حلو، نص رائع، ومخرج رائع. فإذا أنا ما نجحت بهذه التجربة معناته ما عندي شيء أقدمه. صح. ما شاء الله، الله يوفقك. انا هني شفتك، انا وايد استانست لاني انا شفتك 2019 ولا موسيقى بالأحمدي صار بالعشرينات اللي هي 2000 وكم؟ اكزاكتلي. ترى هو نزل 2019 19. اي عقبه اشتغلت امر خلاء والكوم بكفه وضرب اللي والعملين نجحوا. صح. امر خلاء كسر دنيا، قبله الكوم بكفه كان ترند 1. كل المسلسلات الاعمال بالصدفه شوف انا زوجي لانه مخرج مسرحي ومؤمن فيني فدعمني. بس قال لي يعني قبل فتره قال لي انا ما توقعت انك بتوصلين لي هذه المرحله، كلهم نجحوا ما شاء الله وبتنجحين. هذا نجاح اللهم لك الحمد، توفيق من رب العالمين وثقه الناس اللي اشتغلت معاهم وتشجيعهم. اكيد زين. في بسألك سؤال انا متاكد بتقولي لي ما راح اجاوب، متاكد يعني، والمشاهد قاعد يطالع، بس خلينا نكون شويه شفافين لان احنا عارفين ان في صريحه اكثر. ما راح نسولف حق كل الاعمال لان انت لو تبي تساليني ممكن انا ما اجاوبك جواب واضح. بس انا ودي انك تجاوبين فقط في لا موسيقى في الأحمدي، لان انت قطعتي فتره. تتوقعين شنو سؤالي؟ I don't know. بالحلقه الواحده كم كانت تكلفه اجر لا موسيقى بالأحمدي؟ تقدرين تقولينها؟ لان انت كنتي واقفه فتره. ولا فكرت فيها من صدقك محمد. انا كل يوم كنت ابكي وادق على ريلا اقول له انا ما اعرف امثل، انا ممثله فاشله. انا كنت ارجف. الله يسعده الاستاذ محمد سمير كان دي او بي، احس ان انا عذبته ليه اليوم وانا اعتذر له. لان العمل كان دوري معقد وعندي لهجه بدويه وعندي حاله نفسيه وانا مرتبكه، اول مره اشتغل عمل بهذا الضخامه. انا مرعوبه ومن خوفي اغلط واعيد واحس بتأنيب ضمير وقمه جلد الذات. وكان يضغط علي استاذ محمد الشمري يقول لي في لا تجلدين ذاتك.
كنت جدا قاسية على نفسي بالعمل. انت قاعد تكلمني عن فلوس، من صدقك انا بحالة نفسية وين؟ انا عايشة بوضعها، بانفعالاتها، بلغة جسدها، بحالتها النفسية، بكل هذه الامور انا اللي فيها. بصدمتي ان انا حسيت نفسي بهوليوود. شلون كان التعامل مع الاستاذ المخرج محمد دحام؟ رائع. شلون كان التعامل معه؟ رائع رائع جدا جدا جدا. وهو أعادني ورجعني حق الفن. وعلى الصعيد الإنساني هو رجل رائع وحكيم وواعي، وأنا تعلمت منه وأخذت منه وايد أشياء على الصعيد الإنساني مثل ما أخذت منه على الصعيد الفني. ما شاء الله. في احنا اليوم بدنا نشوف فنانات قاموا يقولون احنا لما ندش لوكيشن مع في الشرقاوي نتعلم شلون او ناخذ منها استشارات. زين، في خذت استشارات من منو فنيه بالمسلسل وبالاعمال؟ دائما زوجي اكيد. والفنانات؟ مو الفنانات، لا. ممكن مثلا يكون عندي صديق مخرج، صديق كاتب. لان نظره الفنانه تختلف. شلون؟ الفنانه تفكر بدورها بامورها ما راح الخاصه. تعطيك شيء بيرفكت. الصوره العامه من يشوفها؟ المخرج. بالضبط. ولازم ناس اساسا اللي اخذ مشورتهم يعرفوني انا كتكوين نفسي، كافه تفاصيلي، يعني يكونوا مقربين مني عشان يعطوني الراي الصح. يعني انت ما ينفع تستشير احد على موجه ثانيه او عنده توجه ثاني، ما ينفع. في نبي شويه ندش في موضوع المسلسلات والاعمال والفنانين. كل الفنانين ممكن يتعرضون حق خذلان من أشخاص. أوكي؟ في فنانة كانت تربط عصاعص بينك وبين الفنانة إلهام فضالة. والله العظيم ما أعرف ولا طقيت خبر، وعلاقتي مع إلهام الفضالة من أجمل ما يمكن. طبعاً لا نوجه تحية. إيه لا بس في ناس كانوا يحاولون إنه يزلغون بينهم. ما أدري عنهم. أنت تعرف أنا فيني طبع، لو أحد يقول لي تدرين فلانة قالت عن شيء، أقول له ما بيسمع، ما بيعرف. صح. ما يهمني. هل أثر علي الموضوع؟ هل أثر على علاقتي بأم فجر؟ لا. أنا إنسانة واعية وهي إنسانة واعية. أنا ما أعرف إذا صار هالموقف أساساً، إذا هذا الحدث صار ولا لا. لأن بالعكس أنا يعني من اشتغلت مع أم فجر ومعظم أعمالها أنا معاها، هي تدورني. يعني حتى أنا إذا ضيفة بيت حمولة دوري عادي، ضيفة شرف، بس هي حريصة أن أكون معاها وأنا حريصة أني أكون معاها. أكيد اسم يعني هي مكسب. وحتى على الصعيد الإنساني أنا أحب أتعامل مع إلهام. أكيد وايد أحب أتعامل معاها. بس تصير لك بعض المشاكل في اللوكيشن؟ والله ولا أدري، لأنك مو مهتمة. بس ليش بعض الفنانات وايد دقيقين في موضوع اللي منو سولف عني، منو تكلم فيني؟ أنا حتى بحياتي الخاصة ما لأن أنت مو مهتمة. بس بعض الفنانات لا، أنا ما أحب الدراما. أنا دراما أمثل، ما أعيشها نهائيا. يعني حتى زوجي بقول لك شيء، الحين إذا إنسان عادي عصب تتوقع أن أنا أروح لا أسكت ليه ما يهدى؟ خلاص انتهى الموضوع، ما أناقش. خلاص عصب، صار موقف، انتهى الموضوع. ما أحب الدراما بالحياة. ترى خواتي مثلا ساعات نقعد بالبيت يحاولون يستفزوني، نانا أنا أكل. ما أؤمن بالحروب ولا بالمشاكل. لا أنا تعب نفسي على الفاضي. ليش؟ صح ما عندي وقت. صح كلامك عدل. في لو ينعرض لك عمل في لبس جريء، اوريدي انت معروفه في لبس الجريء، بس عاد جريء في الستايلات اللي انت تلبسينها اقصد، ويكون ان هذا العمل فقط في لبس جريء بالمعقول اللي انت تطلعين فيه معاه. لبسي انا طبعا بحدودي انا. بس انت ممكن اشتغلت في الفاميليا اخراج الاستاذ محمد سمير، طلب ستايلي واستمتعت انا. واذا كان شوي اجراء، وحتى قبلها بيت حموله هم الاستاذ سائد الهواري قال ابي ستايلك، استمتعت. وشنو كان اكثر عمل ترك بصمه في قلب في؟ الصراحه نبي اسم مسلسل واحد. ما اقدر اكذب عليك واقول لك ان في عمل اشتغلت فيه بدون ما احس انه اثر فيني. كلهم اثروا، بس طبعا. في عمل اللي ما يطلع في بال في خذ جهد، خذ تعب. لا، موسيقى بالأحمدي بالتأكيد، وذهبت مع الماء. دور تاجرة العبيد هذا أثر فيني وايد. شيخة تاجرة العبيد أثرت على في، حررتني. تاجرة العبيد حررتني من الآخر.
حررتني وايد، أضافت لي تجربة على الصعيد الشخصي والإنساني، في أعمال تأثر فيك أنت إنسانيا، تخليك تعيد التفكير. صح. ذهبت مع الماء absolutely للكاتبة كذلك الأستاذة منى الشمري، والمخرج المبدع محمد دحام الشمري، من أهم الأدوار اللي اشتغلتها. إنزين خلينا نروح عيل، شنو أكثر عمل حسيتي إنه بدون ذكر أسامي مو مشكلة، بس في عمل إنه حسيتي إنه لا كلش مثلته وما عجبني كلش؟ طبعا أكيد موجود، يعني ما كان له داعي إنه يوصل كذي، بس خلاص كافي. فعلا، بس بعد بالنهاية أنا أحترم التجربة وأحترم الجهد. أحيانا نوفق ونصيب، وأحيانا أخرى نخطئ، يعني لن نكن مثاليين. أنت مو دائما تقدم نجاحات مستمرة ومتواصلة، وهذا مع أكبر الأسماء العالميين، وكل الأشياء تكون متوفرة، وأحيانا ما يحقق العمل نجاح. أحيانا أعمال رائعة تظلم، أدوار تظلم. يعني أنا واحدة هسترت لما ما فازت ديمي مور بالأوسكار هذه السنة، لأن أعتقد أن هذا من أهم وأعظم الأدوار اللي سوتها بحياتها، وكانت من وجهة نظري أنا تستحق أنها تأخذ أوسكار عليه. إنزين خلينا نطلع شوية من سوالف فنانين والمسلسلات، نبي نسولف نفس المحور، بس نبي نتكلم شوية عن أجور الفنانين. نسمع أن الفنانين يطلبون مبالغ هائلة من الأجور، يعني ممكن ياخذ الفنان، نسمعه بالسوشيال ميديا والناس تتكلم فيه والناس ممكن مو عارفة، نبي نسأل أهل الخبرة. فعلا الأرقام اللي نسمعها أن الفنانين الصف الثاني ممكن ياخذ 50,000 بالعمل ولا 70,000 بالعمل، خلي ياخذ مليون، وين المشكلة؟ بس فعلا هذا صحيح ولا مو صحيح؟ ما أدري، أنا ما أعرف عن غيري. وبعدين بقول لك، يعني ليش تركيز على الفنانين؟ مو هذا لاعبين كرة القدم يحصلون مبالغ خرافية. الإنسان الناجح من حقه أنه يحصل تقدير لجهده. مدير، بس فعلا بأي مجال عملي. أكيد اللاعبين يختلف شوية مجال، بأي مجال عملي عزيزي. أنت الآن رئيس مجلس إدارة، حققت أرباح، تستاهل أنك تاخذ راتب كبير وتاخذ بونس عالي، صح ولا لا؟ أكيد، بس فعلا الأرقام اللي إحنا قاعد نسمعها ممكن تكون هذه واقع ولا إضافة البهارات من الناس؟ هذا اللي كنت بوصله لك. أتوقع فيها إضافة، لأن الواحد لازم يكون واقعي. ما إحنا بمصر عندنا ما شاء الله، أنت تتكلم عن 100 مليون تعداد الشعب، فأنت عندك سوق كبير، فأنت لازم تحسبها. الآن أنت عندك مطعم في مدينة عدد سكانها 1,000,000 يفرق عن مطعم في مدينة عدد سكانها 50 مليون. فالبزنس يختلف. ليش مثلا حتى بالوطن العربي هوليوود وين؟ المبالغ وين بهوليوود؟ طيب أنت حين بتي حتى على الدراما الإسبانية، هل تعتقد أن أجورهم مثل أجور نجوم هوليوود؟ نو. زين، يعني بالكويت المبالغ اللي إحنا قاعد نسمعها 50 و70 و80 ألف هذه مو صحيحة، أقل بكثير. أكيد، أنت تحسبها بالمنطق. كم بتكون تكلفة العمل وكم بيدخل؟ كم عدد متابعينك؟ كم عدد الإعلانات اللي راح تدفع للقناة أو الاشتراكات على المنصة؟ زين. فأنت لازم تكون واقعي بهذه الحسبة. لا نقارن نفسنا بغيرنا يا جماعة، إحنا هوليوود، خلينا ننجح بمكاننا وببيئتنا يعني طيب الآن اللي راتبه 2000 دينار يعتبر راتبه حلو ممتاز، صح. هذا الراتب يسوي شيء إذا واحد عايش ببريطانيا مثلا؟ لا. طاحت أجور الفنانين. إنزين، الصف الثاني والصف خليني أقول لك شغلة، لما أي شيء ينزل في أكيد الأسعار تنزل. هذا يعني مبدأ اقتصادي ما له علاقة. ولا تنسى يعني حتى نجوم هوليوود خسروا وايد، وبالذات بفترة كورونا. الفنان مثل أي إنسان عايش، يتأثر بالاقتصاد اللي حوالينا. لما يقل الآن بس بهوليوود قاعدين يطالبون إن الناس ترجع السينما. ترى هذا باب ربح تسكر. كانت الناس تروح السينما وتدفع وتشتري البوب كورن وتقعد. الآن الناس ما عادت تروح السينما مثل السابق. قبل كانوا ينطرون الفيلم ينزل. الآن الفيلم خلال شهور بسيطة حتى لو نزل بالسينما يوصل لهم وهم قاعدين بالبيت. أكيد. أنا استمتعت اليوم معك. ثانك يو، وأنا كذلك. تدرين ليش استمتعت معك؟ ليش؟ لأن أنا متأكد أن أسئلة اللقاء هذا كان مختلف عن باقي اللقاءات اللي أنت طلعتي فيها. تكلمنا عن أشياء وايد جديدة في حياة ممكن قلنا أشياء معروفة وأكدنا على الحدث. دائما تحب تطلع عن السائد أنت. إيه،
في اليوم لما ابي متابعين نجوم كرم يتابعون حلقاتي، ابي يشوفون الفنان بشكل جديد ومميز، مو نفس اي لقاء سابق شافوه. فانا اليوم سعيد جدا ان انت اليوم كنتي في برنامج نجوم كرم. أنا أسعد، فخورة فيك. واصل حماسك، واصل شغفك، احلم أكثر، احلم أكبر، وأكيد راح توصل. أنا مؤمنة فيك. يا حبيبتي يا في نبيك توجهين كلمة حق المشاهد الحين، إن كانت كلمة عن الفنانين ولا إن كانت رسالة من القلب إلى القلب. هذه الكلام قدامك ونبيك توصلين الرسالة. خلكم واعين، فكروا بعقلكم، بمبادئكم، بقيمكم، بتربيتكم، بالواقعية. لا تنجرون وراء كلام كائنا من كان. قراركم بيدكم مو بيد غيركم. عيشوا حياتكم انتو، لا تعيشون حياة الآخرين. شوفوا سعادتكم وين، شوفوا كل النعم اللي حوالينكم، لا تدورون شنو ناقصكم أو غيركم شنو عنده وانتم ما عنده. عيشوا مع نفسكم، حبوا نفسكم وحبوا الناس الأساسيين اللي بحياتكم، الناس الدائمين والثابتين. لا تنغرون بالمظاهر، لأن اللي يتم وايد أعمق ووايد أهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، بس قبل لا ننهي الحلقة لا تنسون الاشتراك في قناة نجوم كرم وتفعلون زر التنبيه وعطوني رايكم في الحلقة بالكومنت. وفي نفس الوقت منو تبون نستضيف في الحلقات الجاية. يعطيكم العافية، مشاهدة ممتعة، ومع السلامة.